السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناة أسماء. النهاردة هنعمل فيديو مهم جدا جدا. طبعا ناس كتير قوي بتعاني من نزلات البرد عند الفراخ بأنواعها، بيضة، حمراء، بلدي. وغلبت يعني ناس كتير قوي، غلبت حتى الجيران سألوني غلبنا ان نعالج في البرد مفيش فايدة. ادينا له كل حاجة، بس انا الحمد لله توصلت لحاجة مهمة جدا، وعشان كده انا عملت الفيديو ده. يمكن حاجة كل يمكن يستغرب منها. طبعا انا شغاله. طبعا انا كنت فتحت باب الشباك الاوضه اللي فيها الفراخ ونسيته، السلك نسيت اقفله. فطبعا الفراخ عندها نزله برد جامده جدا، خصوصا في صدرها. هما طبعا اتحسنوا اكتر، اتحسنوا الحمد لله عن الاول بكتير. صدرهم كان طالع نازل كده، عامل صوت صعب وصوت تشخير صعب جدا. فانا اديت لهم اللهم صل على النبي، اديت لهم اللي هو زيت النعناع. مهم جدا ومفيد جدا يا جماعه. زيت النعناع ده حلو جدا جدا علشان الجهاز التنفسي بتاعهم، لانهم ما كانوش بيعرفوا يتنفسوا خالص. كانت الفراخ عندي عينها قفلت، كانت عينها قفلت فعلا وعينها بتدمع. وصلوا لمرحله بجد يعني. طبعا التعب عند الفراخ يا جماعه بيقلل من النمو بتاع الفراخ، يحس النمو بطيء جدا جدا. الفراخ ما تجيش معاكي حتى لو بتاكل. اديت لهم دواء الكحه. عندك دواء كحه، عندك دواء برد، عندك مضاد حيوي. ركزي جامد جدا على المضاد الحيوي يا جماعه، لانه هو عامل اساسي في العلاج البرد عند الفراخ زي ما انتم شايفين كده. فانا عملت كل حاجه. حطيت زيت، كانوا سخنين كمان، حطيت خافض للحراره. جبت اسبرين لانه خافض حلو جدا، جيد جدا للحراره. وحطيت مضاد حيوي، اي نوع مضاد حيوي عندك. لو عندك اطفال عندهم مضاد حيوي حطي اي كبسوله مضاد حيوي من الصيدليه حطي. طبعا دايما ارتفاع درجه الحراره ده سببه بيبقى البرد، فتركزوا على الحته دي يا جماعه. تحطي خافض للحراره عشان الحراره بتاعتهم بتبقى عاليه. تدي مضاد حيوي، تدي عندك دواء كحه. انا بدي دواء، اي نوع دواء كحه تحطه لهم عشان صدرهم. وبعدين حاجه تانية، حاجه مهمه جدا، اللي هو لازم تطبخي شويه رز سخنين يكونوا على النار، وتحطي 4 معالق سكر عليه. رز سخن جدا يا جماعه، سخن، يكون سخن مولع، وتحطي عليه السكر ساح كده. فانا خلاص عملته وجهزته اهو. ده بينزل على صدر الفرخه، يقوم ينطر البرد اللي في جسمها. يعني بجد انا عملت تاني مره اعمله، فانا حبيت اوريكم الفكره دي جميله جدا جدا، وانا كنت شغاله عليها من زمان، فقلت ايه اما اعملها. ده حلو جدا جدا. ولازم يكون الرز سخن، لازم يكون الرز سخن مولع. تحطوا عليه 4 معالق سكر وتقلبوا في بعض. ما شاء الله ما شاء الله، بيجيب نتيجه هايله بجد. الفراخ كانت كانت عمت خالص، كانت عينها قفلت وكانت بتدمع، كانت وصلت لمرحله بجد انا كنت يئست منها. فالحمد لله الحمد لله كل الحاجات دي جابت نتيجه هايله معايا. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان هو يا رب يكون في حاجه مفيده الكل يستفيد منها. ما تنسونيش اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لايك ويفعل الجرس. مستنيه اسئلتكم وتعليقاتكم على الفيديو. كانت معاكم اسماء من حتى اسماء. اشوفكم الف خير.